تحمل الصدمات، لان انت بتكون عامل الهوم ورك بتاعك وعامل ماركت ريسيرش وعامل فوكس جروبس وطالع بريزلتس وانت الموضوع كله دريفن باي داتا، ان انت مش شغال بس باللي انت شايفه واللي انت حابه. بس في حقيقة يعني مطلقة بتقول ان العملاء اللي انت بتستهدفهم دول مختلفين. يعني لو انت بتستهدف شريحة معينة فهم جوه الشريحة دي هم مختلفين، هم بشر. بشر، انا ممكن اهتماماتهم اكون متخانق مع مراتي النهارده اهتماماتهم ابقى عايز اشتري منتجك بالظبط او ابقى ضده تماما، هي خلاص باظت يعني. اهتماماتهم بتتغير وموده بيتغير. بشكل مختلف تماما. أيوة. العملاء نفسهم بيتغير، يعني غير ان هم بيتغيروا، هم مختلفين وبيتغيروا. وكل الكومبيتيتورز بيرياكت، او كل المنافسين ليك في الماركت بيرياكت ان هم يرضوا العميل نفسه. ففي ماركت زي بتاعنا في حته الكوزماتكس، هو قايم شويه على الترند وقايم شويه على صناعه انه كل شويه في تغيير. فالنهارده الكاستمر بتاعتك اللي انت كنت بتارجتها، على ما انت نفذت الاستراتيجيه بتاعتك هي اتغيرت، هي تماما اتغير. هو في ترند طلع جديد تاني غير اللي انت كنت عايزه. فاللي بيحصل هنا ان في ناس زي ما حضرتك بتقول كده بتحب الاستراتيجيه وبتحب البراند، بتحب اللي هي بنيته، تعبت فيه قوي، فتفضل تعند مع العميل. ما ينفعش تعند يعني صح. هو في الاخر انت لازم يكون عندك بقى حته المرونه، ان انت يعني تمتص الصدمه بتاعت ايه ده انا بعد ما اشتغلت وعملت انا مضطر اغير في ده ومضطر اعدل عشان خاطر هي دي سنه الحياه.